مستر كولر. الزمالك تاني مستر كولر في اقل من شهر. ننسى بقى اخطاء الماضي، ننسى بقى اخطاء الماضي وما نعملش اخطاء جديده، لا يعني نتعلم منها بقى ونصلحها. عشان ايه؟ مش هينفع مستر كولر، مش هينفع خالص، لا تعادل ولا هزيمه. ديك شفت الواحد واحد بتاعت المره اللي فاتت كانهم كسبوا بالظبط. احتفالات وهيصة واحنا وجامدين، وشوف انتوا فرقتكم باللعيبه اللي فيها وعملنا فيها ايه، وزيطه وهيصة يعني ما يعلم بها الا ربنا. فاديك شوف فرحانه انها تعادلت معاك. ليه؟ لان هي ما كانتش متوقعه اصلا التعادل ده. كل الناس متوقعه ان انت نازل تكسب ما عدا انت تقريبا، عشان كده نزلت تدافع. فها فرصه تانية اهو يا عم كولر، نصلح بقى، نستغل بقى، ما ندافعش بقى ونقفل وكده، ننزل بقى ايه نغربل، ننزل بقى ايه نوريهم، نخليهم بقى يحتفلوا المرة دي ان هم خسروا مش بسكور، يعني خسروا 1-0 و2-0، ما خسروش 3-4. هم يحتفلوا عشان يتعادلوا والكلام ده، ما احنا اللي هنتضايق، فاهم؟ يعني مش عايزين نتضايق، وهنتضايق في النقط، وهنتضايق من بيراميدز فمستر كولر بليز، بليز يا مستر كولر بلاش. خلي بالك تشكيلة الماتش اللي فات بتاع طلائع الجيش كانت حلوة يا مستر كولر، بس انت عندك مشكلة في نص الملعب، وانا عارف ان انت عندك مشكلة في نص الملعب. ولو انت مش مقتنع باحمد رضا فانا متفق معاك يعني 200%. فانت ممكن تلعب بنفس تشكيلة ماتش طلائع الجيش يا مستر كولر، واسحب بس امام عاشور كده ايه، لعبه 8. انت لعبت الماتش اللي فات ضد طلائع الجيش 4-1 كان بس وسام ابو علي مهاجم، واربعة تحتيه امام وجراديشار وابن شرقي وحسين الشحات. لا اسحب لي يا باشا كده، امام يلعب مركز 8 تمام، ويلعب لي بقى بن شرقي بن شرقي وحسين الشحات وجراديشار تحت وسام ابو علي. خلي بن شرقي يلعب مركز 10. اتفرج بقى يا مستر كولر، هتغربل الدنيا. وبالمناسبة هم الماتش اللي فات لعبوا يعني ما لعبوش على الفوز، هم لعبوا على التعادل، ما هاجموش، ما فتحوش خطوطهم، ما عملوش الهيصة دي. بس الماتش ده يعملوا كده ليه؟ لانه خلاص بقى يعني هم قلبهم جمد، قال لك بقى ده احنا تعادلنا معاه يعني نقدر نكسب بقى والدنيا حلوة برضه هيبقى ده بالنسبة لك حاجة كويسة. فالله يخليك يا مستر كولر، مش عايزين تشغيل دماغ، عايزين نكسب يا مستر كولر، عايزين ناخد الدورة يا مستر كولر. احلى مسا عليك يا مستر كولر.